هذا السائل يسأل عن الميس، وهو نوع من الصبغة يستعملها النساء، يتم فيها صبغ شعر الرأس بعدة ألوان، لون أبيض ولون أحمر ولون أسود وغيره. أقول هذه الصبغة لا تجوز، لأنها من صبغات الكفار. صبغ شعر الرأس بهذه الطريقة صبغة لا يعرفها أهل الإسلام، وإنما هي من طرق صبغ الشعر عند الكفار، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. ثم إني قد سمعت من بعض الناس أن الميش عازل لخصلات الشعر، عازل بلاستيكي خفيف لخصلات الشعر، بمعنى أن هذه الصبغة إذا جاءت على الشعر تعزل وصول الماء عنه، وبالتالي إذا اغتسلت المرأة لا يصح غسلها، لأن شعرات من الشعر لم يصلها الماء، وإذا توضأت لا يصح وضوءها، لأن خصلات من الشعر لم يصلها الماء. وبالتالي أقول إذا ثبت ذلك فهذا يبين أننا حتى لو قلنا بالجواز نقول عليها أن تزيله عند كل وضوء أو غسل، حتى لو قلنا بالجواز. كيف وهو من عادات الكفار وفعله فيه تشبه بهم؟ فلا يجوز، والله أعلم.